تلقى النظام السوري ضربة جديدة في قلب العاصمة دمشق مع تفجير هو الأكثر دموية منذ أيار الماضي، وأوقع أكثر من 50 قتيلا قرب مقر حزب البعث. التفجير أدى إلى خسائر مادية كبيرة وإلى إصابة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة بجروح طفيفة، كما أدى إلى تكسير نوافذ السفارة الروسية في العاصمة السورية. الائتلاف السوري المعارض الذي عقد اجتماعه الشهري في القاهرة ندد بالتفجيرات الإرهابية أيا كان مرتكبها في بيان ملفت، بحيث أنه الأول الذي لا يتضمن اتهاما للنظام بارتكاب العملية الأمنية، لكنه طالب في المقابل بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد وكل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية غداة السجال الذي دار بشأن مبادرة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب للحوار مع النظام السوري. في غضون ذلك تواصلت العمليات الأمنية وبوتيرة متصاعدة في مختلف المناطق السورية، كما ارتفعت حدة المعارك في حلب بشكل خاص، وتم تسجيل سقوط أكثر من 18 شخصا في غارة من طائرة حربية أصابت مشفى ميدانيا في مدينة درعا. من جهة ثانية، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيعقد أول اجتماع مع نظيره الأمريكي الجديد جون كيري في برلين الأسبوع المقبل، في لقاء هو الأول منذ تسلم كيري مهامه.